السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل كده سوينا محشي الكرنب وعملنا ورق العنب ازاي نسويه وطلع معانا ناجح جدا. النهارده هنعمل الكوسه واقول لكم على شويه تريكات تعملوها وانتوا بتحشوها او وانتوا بتسووها عشان يطلع معاكي المحشي معاكي مفلفل، الكوسه مش مفدوغه ولا مكسوره ولا المحشي معجن فيها ولا اي حاجه من المشاكل اللي بتقابلكم دي. يلا بينا بقى نسمي الله ونقول الوصفة بتاعتنا. اول حاجة يا بنات لما نيجي نقور الكوسة ما بنقورهاش نخليها رقيقة قوي، حاول يعني تخليها سميكة شوية عشان لما بنحط فيها الرز ونيجي نزودها ما تفرقعش معاكي، يطلع الرز منها وكده. دي اول خطوة. تاني خطوة واحنا بنحشي الكوسة ما تحاوليش تمليها الكوسة او البتنجان او الفلفل، ما تحاوليش تمليها لحد الاخر، يعني التلتين تمليها والتلت كده تسيبيه فاضي. تمام، عشان خاطر ما تعجنش معاكي والرز يطلع منها بره. تمام. بعد كده بعد ما حشينا الكوسه والفلفل والبتنجان، طبعا بنحط البتنجان والكوسه والفلفل واقفين، ما تحطوش نايم كده عشان برضو لو انت نيمتيه جنب بعضه الرز هيطلع بره الكوسه وهيطلع بره البتنجان، برضو ممكن يبقى عجينه معاكي. فانت احسن حاجه حاولي توقفيه كده زي ما انتوا شايفينه. هنيجي بقى لخطوه التسويه. اول حاجه بتبقى الشوربه بتاعتنا سخنه، لازم تسخني الشوربه وانت بتسقي المحشي. واحده تقول لي انا ما عنديش شوربه وعايزه اسقي بميه، هتجيبي شويه ميه وهتغليهم. هتحطي معلقه سمنه فلاحي وشويه ملح وشويه كمون وشويه شطه وشويه بهارات، واهم حاجه مرقه الدجاج بتحطيها في الميه، وبرده معلقه السمنه اللي هتحطيها هتفرق كتير معاكي، وتسيبها لحد ما تغلي برده، وبعد كده تزودي بها المحشي. كده نزود المحشي بتاعنا. بعد كده ما تسيبيش يعني وانتي بتسوي المحشي، هتعرفي ازاي بقى عشان ما يطلعش معجن معاكي. بتحاولي تحطي تلتين صابع المحشي، تلتين صابع المحشي، يعني متحاوليش تخلي صباع المحشي كله عايم في الميه عشان يستوي معاكي وما يعجنش وما بقاش فيه ميه. تمام. واول بقى ما يبدا يغلي معايا كده بوطيله على نار هاديه خالص. اول ما يبدا يغلي تسيبيه بس 5 دقايق كده شويه، وبعد كده توطيله على نار هاديه. لو حسيتي بقى ان الميه كتير والدنيا ملخبطه معاكي، هوي الغطا بتاع الحله عشان الميه اللي فيها تتبخر ويطلع معاكي حلو. شايفين المحشي ما شاء الله بعد ما استوى مفيش حبايه رز بره، مفيش كوسايه مكسوره، يعني كله بسم الله ما شاء الله طالع سليم زي ما انتوا شايفينه كده. يا رب بقى تكونوا استفدتوا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه واللايك للفيديو عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.